ازيكم يا شباب؟ انا مصطفى ودي سوردي، وهنتكلم النهارده عن مكاوي او اسلام مكاوي. انا ماليش دعوه بمكاوي شخصيا او ماليش دعوه بالكونتنت اللي بيقدمه في خلال اللايف ستايل او ازاي تكلم ايا كان اللي انت عايز تكلمه. انا ليا دعوه بالمحتوى المالي اللي بيتكلم عليه مكاوي او دكتور مكاوي. بدايه الكارير بتاعته يعني هو بيتكلم عن لايف ستايل وعن ازاي تكلم بنات. الموضوع ده كله ماليش دعوه بيه خالص، بس من فتره بدا كان اسمها مكاوي فاينانس. فهنفتح فيديو سوا النهارده. انا كنت اتفرجت على كذا فيديو ليه، بس انا هنقي فيديوهين بس نتكلم عليهم، وتعالوا نشوف اول فيديو. يلا بينا. اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن تجربتي بعد 730 يوم تداول متواصل، تداول يومي، اكتر من سنتين بتداول كل يوم. هديك النهارده الخلاصه، ايه اللي اتعلمته خلال السنتين دول، تجربتي عن التداول بكل صراحه. انا في التداول بقالي 3 سنين بس بتداول كل يوم. هو ايه الابلكيشن اللي في الشمال ده؟ اكسبرت اوبشن، بدليل ان هو بيستخدم الابلكيشن ده ان هو اصلا في الديسكربشن تحت يعني عامل حاجه زي لينك. يلا ابداوا بقى معانا في التداول ده. هو مسميه تداول، انا مسميه ايه هنعرف دلوقتي. يوم بقالي سنتين، الموضوع بقى روتين يومي. كل يوم لو انت مش عارف انا بتداول، بعمل 5 عمليات تداول بتاخد مني تقريبا 10 دقايق ربع ساعه يوميا. ابتديت ب $300 ووصلت النهارده ل 19000 في سنتين. انا كنت عامل حساب. طيب طبعا الكلام ده هنعرف دلوقتي ايه سببه. هو ما فيش حاجه اسمها ان احنا نبدا ب $300 وننتهي بعد سنتين ب $19000، وخصوصا بالطريقه اللي هو بيعملها. احنا هنعرفها دلوقتي يعني. ان انا هوصل ل 10000 مثلا في سنتين. فالتداول مربح بس لو عملته صح. النهارده اقول لك على شويه حاجات كده، شويه حقائق انا اكتشفتها عن التداول. اول حاجه زي ما انت شفت، انا عملت في سنتين يا دوب 19000. الناس بقى اللي هتقول لك انا عملت 20000 في يوم، عملت 30000 في شهر، عملت 100000 مش عارف في شهرين، الكلام ده كله هلك. مفيش من ضمنهم 19 يعني. مفيش حد بيعمل الارباح دي. التداول مش سحر. الواقعي ممكن تعمل 8000 10000، ده الواقعي. انا جالي قلب كده في يومين 3 اعمل صفقات برقم كبير، بس مش ده اللي انا بنصح بيه ابدا. فلو شفت فيديوهات يقول لك انا عملت 20000 في يوم، عملت 20000 في جلسه تداول، عملت 50000 في شهر، الكلام ده كله باينر اوبشن ببساطه عشان ما اطولش برضه، عشان ما ادخلكوش في حوارات ما لكوش فيها. ان انت بتتحط بين خيارين في تايم لاين معين، بمعنى يس اور نو. شيل بقى يس اور نو دي، خليها اب اند داون. التايم فريم قد ايه؟ بيبقى 30 ثانيه. هنشوف دلوقتي في الفيديو ان هو بيبدا الاوردر وبيظهر فوق على اليمين كده في تايم فريم 30 ثانيه، والاوردر بيتقفل لوحده. سواء انت كسبت سواء انت خسرت، هو الاوردر كده كده هيتقفل، انت ما بتقفلوش برغبتك. فده مش تداول مبدئيا. يحط مثلا $70، بعد كده في فيديو تاني بدا يحط $50. بنلاقي ان في حاجه في الجنب كده مكتوب فيها 89% خساره او مكسب. ده معناه ايه؟ معناه ان انت لو كسبت هتكسب 89%، طب لو خسرت هتخسر 89%. وهنشوف دلوقتي اكتر يعني. هنلاقي في الصفحه اول ما تبان هشرح لكم كل الكلام ده عشان ما تلبسش في الحيط. حلو يا سيدي، هنيجي لتاني درس او تاني حقيقه. التداول ما ينفعش يبقى مصدر دخلك الوحيد. لو عملته بالاسلوب ده هتخسر، وهتخسر فلوس كتير. انا اللي مخليني ناجح فيه ان انا بعامله كهوايه، كفلوس على جنب، كسايد هاسل. عندي شغف فيه وبيديني ادرينالين عشان انا مش بعتمد عليه، فحبه. اول ما التداول بحس ان انا لازم اكسب عشان لازم ادفع الفواتير، كارثه. الصبر هيروح، الطمع هيزيد، التفكير بالعقل هيختفي تماما. فعايزك تركز انك تعامل الموضوع كهوايه على جنب، عشان تعرف تعمل منه فلوس كويسه وتعرف تتعامل معاه بالعقل مش بالعواطف. ما تعتمدش على التداول كمصدر دخلك الوحيد، ما تعيش عليه. لما بنيجي نتكلم عن الاستثمار بنتكلم عن الصبر والطمع. لما بنيجي نتكلم عن الرهان فلا صبر ولا طمع يشتغل معانا. كل اللي احنا هنعمله ان انت لما تخسر انت عايز تعوض، اللي هو عوض واكسب عوض واكسب لغايه ما تخسر كل الفلوس اللي انت عايزها. هنعرف دلوقتي اكتر ليه انت هتخسر اصلا، او ليه فلوسك معرضه ان هي تخسر. ده انت هتشوفهم اونلاين بيقول لك انا عايش على التداول بس، ده كذب. بيبقى عنده بيزنس تاني او عنده مصدر دخل تاني او عنده كذا حاجه تانيه، والتداول بالنسبه له هوايه برضه، عشان كده بيعرف يعمل منه مكاسب. ده لو بيعمل اصلا. صدقني التداول هتفضل حبه طول ما انت مش محتاج له. هيديك الادرينالين وهيديك الفلوس اللي انت عايزها ساعتها. لو عملت تداول انه مصدر دخل اساسي وهتعيش عليه، هتلبس في الحيط. انا بقول لك اهو. ويرجعوا يقولوا تداول نصب. ده اخره الطريق لو انت اعتمدت عليه كمصدر دخل وحيد. حلو يا سيدي، نيجي لتاني. التداول نصب لو هنشتغل على البلاتفورمز دي، منهم اولمب تريد، IQ اوبشن،
اكسبرت اوبشن، ايا كان من الحاجات اللي فيها اوبشن او تريد والكلام ده، دي اصلا بتبقى مواقع معمول لها بان من امريكا. هي معمول لها بان ليه اصلا؟ لان هي عباره عن مواقع جامبلنج بس بطريقه اشيك شويه، اللي هو ايه، خد السهم ده اب اند داون باينري اوبشن يلا عليه، ده جامبلنج اصلا. يعني هو اصلا الجامبلنج موجود في امريكا عادي، بس لازم يكون مصرح ولازم يكون كازينو وحاجات كده ايه مالناش دعوه بيها. يعني احنا كمسلمين حتى لو غير مسلم، واحد بيفكر بدماغه اللي هو عايز يستثمر مش عايز يراهن، هو كل اللي هو بيعمله ان هو بيراهن بس مش اكتر. ثالث حقيقه، التداول حلو زيه زي اي حاجه طول ما لسه الناس خايفه منه، ساعتها هتعرف تعمل منه مكسب. زيه زي اي حاجه عليها عرض وطلب عكس بعض، لو الطلب عالي والعرض قليل صدقني هتفضل تكسب، لو الموضوع اتعكس صدقني هنا مفيش فلوس خالص. ده اللي حصل بالظبط في الكريبتو، الناس اللي كسبت هي الناس اللي دخلت لما الموضوع كان لقطه شويه بس اللي عارفينه، ولحد النهارده تداول كده شويه بس اللي عارفين يستغلوه صح، عشان معظم الناس خايفه منه، معظم الناس فاكراه نصب، معظم الناس فاكراه حرام، وهكذا. التداول هو مش معظم الناس فاكراه حرام، هو حرام بعيدا عن الرهانات اللي انت بتعملها. هو اصلا الكريبتو في حد اساسها هي حرام. انا مش مفتي ديني ولا شيخ، بس انا عارف اساس الكريبتو ايه. هو اصلا الكريبتو ملهاش الرقابه حتى في امريكا. الول ستريت نفسه او اللي هي بقى الشارع بتاع البنوك والشارع بتاع المستثمرين كلهم مش عارفين يستخدموا او مش عارفين يحوكموا الكريبتو. فاللي بدا في الكريبتو هو اصلا بدات عشان هي عباره عن غسيل اموال، في ناس تغسل اموالها اصلا في الكريبتو، فهي بدات ان هي تكسب بسبب الموضوع ده، مش بسبب ان هي كانت بادئه وكل ما الاسهم بتنزل وانت في نزول الناس بتكسب والعرض طلب قليل. كل الكلام ده يعني انا شايفه بصراحه مش كلام عقلاني خالص. يعني التداول لحد النهارده مربح كويس عشان الناس فيه قليله. استغل اليومين دول، استغل السنتين ثلاثه دول انك تعمل منه فلوس، عشان في الخمس سنين الجايين لما يبقى ترندي وعليه طلب كبير والمنصات تكتر، ساعتها قيمته هتقل والفلوس هتقل، مش هيبقى حاجه الناس بتعمل منها فلوس زي دلوقتي. فعايزك تطبق بايدك اول باول معانا. هو كلام غير عاقل بالمره. الناس تكتر والطلب يزيد، ما هو السعر هيزيد ليه بقى؟ لما الطلب يكتر الطلب يزيد في الحاجات اللي انت بتعملها هو بيقل. انا مش فاهم بصراحه، لان انا اتفرجت على كذا فيديو يعني، فهو معظم حتى الكلام حتى النصائح الماليه بتاعته معظمها كان غلط. يعني كان زي الموضوع اللي احنا بنسمعه ده دلوقتي، لسه هنسمع كلام اكتر يعني دلوقتي. انا على منصه اكسبرت اوبشن، من اللينك بتاعت لسه مش فاكركم. لسه بقول هي اكسبرت اوبشن دي واحده من الشركات اللي معموله بان من امريكا، وهي اصلا بتشتغل في الجامبلنج، بس هي بتكسب اكل عيشها كله من الشرق الاوسط. حتى لو شفنا الاعلانات بتاعتها واحنا بنفتح يوتيوب هنلاقي اللي بيتكلم عربي، وهتلاقيها دايما مفتوحه في دبي او مفتوحه في السعوديه، بس قليلين قوي في السعوديه، هتلاقي معظمهم مفتوح في دبي او الاردن. وتعامل بايدك معانا، ما تتفرجش بس عشان تتعلم صح. ولما تبقى جاهز تخش بفلوس حقيقيه هسيب لك كوبون كود على الشاشه يديك بونص 100% على اول ايداع ليك من اول $20 واكتر. تعالوا بقى نعمل 5 عمليات تداول بتوع النهارده، كفايه رغي، عايزين نعمل شويه فلوس. طيب هي فتح الشاشه زي ما انا كنت قلت لكم من شويه، اللي فوق ده انت اللي انت تعمل ايداع. طب السكشن اللي في النص اللي فيه رسومات سيبك من الاخضر ده ملوش اي 60 لازمه. اللي بيطلع وينزل هو ده اللي احنا بنحدد عليه اساسه. طب هو بيعرف منين ان هو طالع ولا نازل؟ هو عباره عن الجوريثم، يعني اللي هو بيطلع وينزل وانت شايف ان هو نزل كتير قوي فانت تبدا بقى تشتري فيطلع فانت تكسب. طب اللي تحت ده بقى اول حاجه عندنا حاجه اسمها انفستمنت، وده الرقم اللي احنا هنبدا بيه الديل، اللي هو انا اشتريت ب 70 هنا في النقطه دي. لو شايفين في حاجه اسمها باي وفي حاجه اسمها سيل، باي جنبها 89% وسيل جنبها 89%، هنلاقي فوق رقم $132.30 وهنلاقي برضه في سيل $132.30. ده معناها ان انت لو كسبت حطيت 70 والديل بتاعك كان كسبان في الرهان اللي احنا بنعمله، انت هتاخد بدل ال 70 هتاخد $132.30. طب لو خسرت هتخسر $132.30. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انت لو حسابك كله فيه $70 وانت عملت حاجه زي دي، فانت حسابك هيبقى بالسالب لغايه ما يكمل $132.30. يعني هيتسحب ال $70 بتوعك تبقى بالسالب 89% زياده. طيب هو بيعمل ايه دلوقتي؟ انا اتفرجت على الفيديو ده مره واحده بس بصراحه مش فاكر ايه اللي هيحصل، بس من وجهتي كده هو الباشا ده هيفكر انه هيشتري، يعني هيعمل ديل باي. نعرف بقى دلوقتي ليه هو اصله نصب او اصله رهان او اصله ان انت يكسبك كذا مره وبعد كده يخسرك. تمام؟ شوف هيحصل ايه بقى دلوقتي لما بعد ما يشتري فوق على اليمين هيظهر ايه.
شايفين فوق على اليمين كده هتلاقوا فيه عداد كده 29 ثانيه 30 ثانيه، هو بيديك مهله او تايم فريم 30 ثانيه. طب انت مثلا اشتريته بليفل، لو من الاخر كده فككم من الارقام كلها، لو تحت الليفل ده تخسر، طب لو فوق الليفل تكسب. طب لو انت عامل اوردر سيل اللي هو ان انت مراهن ان السعر هينزل، لو تحت كسب انت كسبت كده، طب لو فوق يبقى انت خسرت. هنشوف دلوقتي بعد ال 30 ثانيه دول ما يخلصوا شفتوا لما الفيلم خلص قفل لوحده قدامنا اهو الاماونت $70 اللي هو اللي اشترى بيها. طب الايرنينجز 132.30 سنت. طب هل بالعقل ان انا كمتداول اتحكم بتايم فريم غير وقت عمل البورصه؟ لا، يعني مش على الاقل، على الاقل مش 30 ثانيه، وفي ال 30 ثانيه دول انا ما اقدرش ابيع بمزاجي، لا هو هيقفل بعد 30 ثانيه، مفيش مثلا حاجه في النص ممكن اقفل بيها، لا هو هيقفل كده كده بعد 30 ثانيه. طب هل ينفع اقفل قبل 30 ثانيه؟ زي ما قلت لا، هو مش هينفع يقفل قبل 30 ثانيه لان الابلكيشن بيديله المهله دي كده كده اجباري بتصرفهم هم بقى، احنا هنقفلها لك بعد 30 ثانيه، كسبت خسرت مالناش دعوه. فلو لاحظنا هنلاقي في الفريم اللي طالع له هنلاقي ان هو اشترى مثلا تحت اهو ب 70 والموضوع قفل فوق، فدي نقطه برضو لازم ناخد بالنا منها. هو مستني بقى فرصه ايه الموضوع ينزل شويه او يطلع شويه عشان يبدا يحدد على اساسه، انما هو في الرينج اللي هو فيه ده هو مش قادر يحدد هو هينزل ولا يطلع. هو هيبدا بقى يفكر ايه يبيع، يعني هيبدا كده يشاور عقله ان هو يبيع. باع. ال 30 ثانيه اشتغلوا تاني، هو بيبدا بقى ال 30 ثانيه دول يعدوا تاني ويعمل نفس الصفقه دي تاني، هو مسميها صفقه بس هي عباره عن رهان يعني مش اكتر. هو بقى مستني الديل يخلص عشان ما ينفعش يبدا ديل تاني غير لما ال 30 ثانيه الاولانيين يخلصوا، بالمكسب او بالخساره الديل كده 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 مش هينفع نبدا حاجه غير لما ال 30 ثانيه يخلصوا. طيب هو ليه اصلا بيعمل كده؟ يعني هو ليه اشمعنى اختار المره دي سيل؟ عشان هو نزل كتير قوي، فهو توقع انه ايه لما يطلع بقى خلاص هينزل تاني، يعني هيعيد نفس الحركه تاني ان هو ينزل النزله بتاعت اللي جنبه، وفعلا هو حصل تاني ان هو نزل نفس النزله تاني. تاني وظهرت له نفس الصوره بعد ما ال 30 ثانيه قفلوا، قفل معاه الديل على طول، اشترى فوق وبعد كده قام نازل بايع تحت، عمل اوردر السيل. اوردر السيل ده اصلا اصله ايه؟ يعني انت بتراهن او بتقول ان السهم ده او الصفقه دي نازله لتحت عن المستوى اللي انت اشتريت فيه، يعني انت مثلا لو اشتريت في 10 وراهنته انه هينزل فنزل ل 8 فانت كسبت، ايا كان بقى 8 ونص 8 وربع واحد مش هتفرق، انت كده كده كسبت. طب هل ده كلام يعني التداول على الاقل او ان انا اشتريت ان السهم ينزل فمثلا نزل لغايه 8 اكسب $2، يعني مثلا من ال $10 حوالي 20%. طب ازاي بقى لما انا اكسب ايا كان الرقم يجي لي رقم ثابت؟ ده مش علامه مثلا علامه استفهام ان احنا نشوف ان الموضوع ده في حاجه غلط؟ هو بيكسب على كل ديل ايا كان المكسب او الخساره طالما تحت المستوى اللي اشترى فيه في اوردر السيل يبقى هو كده كسبان. طب في اوردر باي طالما اشترى فوق، يعني طالما المستوى بتاعه قبل ال 30 ثانيه خلص او قفل على ال 30 ثانيه والمستوى بتاعه تحت الرقم بتاعه، يعني هو مثلا كان في 10 وبعد كده بقى ب 13 فهو كده كسب، على الاقل اكسب ال $3 بس ليه اكسب 89%؟ دي برضو حاجه نقطه زياده محتاج نتكلم فيها قدام شويه. هو بيدور على فرصه ثالثه، يعني هو بيبدا بقى دلوقتي يدور لغايه ما يثبت عند رقم معين او يطلع قوي او ينزل قوي عشان يقوم شاري.
يبيع. لما طلع تاني هو يقوم قايل لك ايه، انا هبيع بقى. كده ممكن يشتري، طالما نزل تاني يبقى يشتري. هو طبعا يعني كوجهه نظر شخصيه يعني هو اتاخر، قعد شويه حلوين على يعني كان يقدر يشتري في النقطه اللي تحت خالص دي. اسمع لي انا يعني، هو دي حاجه بس انا بفكر فيها وانا قاعد بتفرج. ايه اصل الشغل ده؟ يعني نركن بقى الفيديو على جنب او نركن مكاو على جنب. هو ايه اصلا اصل الشغل بتاع البلاتفورم دي او المنصه دي؟ هي كل اللي هي بتعمله ابدا استثمر في البورصه، ابدا تداول، يلا نبدا نتداول تريدنج مش عارف ايه، وبيوهم الناس ده فعلا التداول. يعني هو كده حامل اسهم في البورصه بتاعت شركه كذا، او في الصفقه بتاعت يورو يو اس دي حاجه في الفوركس، هو كده فعلا بيتداول ما بين اليورو واليو اس دي. بس اللي بيحصل مختلف شويه عن الموضوع، لانه هو اصلا لا هو بيشتري بطريقه فيرتشوال ولا هو اصلا بيشتريه. هو ما بيعملش حاجه غير ان هو عمال يراهن على السعر. يعني مثلا زي ما يكون في ماتش شغال وهو قاعد بره، الفريق ده هيجيب جون، اراهن ب 1000 جنيه، طب لو خسرت الرهان هخسر كل فلوسي، طب لو كسبت الرهان هكسب 90%. فهي نفس القصه، بس دي حاجه مختلفه، دي على اسهم وشارت، انما الثانيه في ملعب كوره. نرجع لكلامنا المهم، كل اللي بيحصل ان هو بقى ايه، بيكسبوا الواحد كذا مره. يعني يقول لك ابدا باكونت ديمو، فانت تلاقيك عمال تكسب. النهارده عملت من $10,000 مثلا عملت $50,000 بان انت ايه، عمال تعمل الحاجات دي كل 30 ثانيه، تشتري او تبيع، تشتري او تبيع، تبص كده للشارت تحس ان هو نزل شويه كمان، يلا هشتري، تحسه رفع قوي 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 قوي، تقوم انت قايل ايه، يلا هبيع، فهو ينزل معاك يقعد يطمع فيك، تمام، لغايه ما انت تبدا في الريل ماني. الريل ماني بقى بيبدا كلام تاني مختلف، تبدا تلاقي الاوردر بيتاخر لك شويه، يتاخر لك مثلا ثانيتين على ما انت تدوس الاوردر، فتلاقي مكانه اتغير. كل ده بيلعب الالجوريزم معاك عشان يخسرك، ممكن يكسبك اول كام مره عشان تطمع زياده، لان هو شايف ان بيلعب على النفسيه ان انت هتطمع. بعد كده يحصل ايه، يقعد يكسبك لغايه ما يخسرك مره واحده باقي الفلوس. طب انت عايز تعوض، تكسب وتعوض، تقوم انت ايه، عامل ايداع تاني، عايز تكسب تقوم مخسرك تاني، وهكذا. تفضل بقى انت في الدايره دي لغايه لما ما تلاقيش معاك ولا جنيه، لان ده رهان جامبلنج. احنا بنراهن ان احنا هنطلع بسهم وننزل بسهم، وده اصلا مش موجود في البورصه. يعني تخيل، هو اصلا حرام ان انت تشتري سهم معين في شركه معينه لو ما تعرفش نشاط الشركه دي ايه، او ما درستش الشرط كويس، او ما درستش النظام بتاعها او تحركات السهم. فتخيل احنا بقى بنشتري في حاجه احنا ما نعرفش شكلها عامل ازاي، ولا بنكسب بفروقات سعر. يعني احنا مثلا ما بنكسبش ان السهم علا نص جنيه فاحنا على 1000 سهم كسبنا مثلا ايه 500 جنيه، لا، سهم علا نص جنيه زي علا 10 جنيه زي علا 200 جنيه، هو كده هتكسب 89%. فنبص برضو الموضوع ده، دي نقطه ثالثه المفروض نبص عليه. طب هل كده حلال؟ هل كده حرام؟ طبعا حرام. ليه؟ لان احنا المفروض بنكسب على قد السهم. الموبايل ده اشتريته ب 1000 جنيه، سعره النهارده في السوق بقى 1500 جنيه، رحت انا بعته ب 1500 جنيه، راهنت ان سعر السهم او سعر الموبايل ده هيطلع ل 1500 جنيه، قمت انا كسبان بدل ال 1500 جنيه دول كسبت 10000 جنيه. فالمفروض يكون في على الاقل عقل نفكر بيه. طبعا انا عارف ان كل الناس مالهاش في المجال المالي، فممكن يبقى الموضوع ده بالنسبه لها فعلا ان هي فاكره ان هي كده بتتداول، ممكن يكون هو شخصيا فاكر ان هو كده بيتداول. يعني انا ما اعرفش بصراحه، بس انا شايف انه عارف، بس الشركه بتموله بفلوس كتير، فهو الموضوع ده ايه، بعد نظره عنه كده، قال لك ايه، عامل نفسي مش شايف. فبصراحه انا بقيت مستغرب الناس يعني اللي هو شايف ان دي فلوس وشايف ان دي حاجه مصدر دخل، فيلا نبعد عن حلال وحرام ويلا نشوف الموضوع ده. وبعدين عن الشرع، ده استثماريا وعقلانيا غلط. ما ينفعش تمسك فلوس حتى لو الفلوس دي انت مش محتاجها تراهن بيها، لان اخرتها احنا كلنا عارفين اخره الرهان ايه، يا انت بتبقى كسبان لدرجه فاحشه
لدرجه ان انت بقى الموضوع ادمان بالنسبه لك فتخسر فلوسك في الاخر، يعني انت بتخسر من الاول اصلا وبترجع تندم ان انت دخلت الموضوع ده من الاول. وزي ما قلت وهقول تاني، انا ماليش دعوه بمكاوي شخصيا، انا مش مشكلتي معاه شخصيا، انا مشكلتي ان هو بيقدم محتوى مالي غير قانوني او غير صالح للنشر، وطبعا بيحط تحت اللينك في الديسكربشن ان الناس تخش، فالناس تشوف ان هو بيعمل فلوس فيعملوا زيه. طبعا ده آفة في المجتمع ان احنا ننشر، لان ده عباره عن ايه؟ وباء. اتكلم على البلاتفورمز دي ان هي وباء نزل في المجتمع، طمع الناس كتير جدا، وانا اعرف ناس بشكل شخصي دخلوا في الموضوع ده، وفي منهم اللي خسر فلوسه، في منهم اللي كسب ما عرفش يسحب فلوسه، في منهم اللي قعد يكسب لغايه اما خسر كل اللي معاه، حتى الفلوس اللي حطها زياده عشان يعوض خسرها كلها. اللي هيحب يخش في البورصه اكيد مش هيخش في الاماكن دي، في اماكن مصرحه اكتر يخش فيها وبيتم ادارتها ومراقبتها من جهه معنيه من الدوله. زي مثلا هنا في مصر عندنا مثلا مباشر تريد، بيلتون تريد، ثاندر، كل دول بيبقوا مراقبين من الجهه الماليه او الرقابه الماليه الاف ار اي. دول اصلا مش مراقبين من حاجه، وبيبقوا كاتبين مثلا على الويب سايت ان هم جهه مراقبه. هم جهه مراقبه ان هي ما تسرقش الفلوس دي، بس ان انت خسرتها دي حاجه وان هم يسرقوها دي حاجه ثانيه. فيقول لك مش نصبه، مش نصب، هو انت اللي خسرت بايدك، احنا مالناش دعوه. هو يقول لك كده، فهو كده مش نصب، هو كده ايه؟ انت اللي خسرت بايدك مش احنا.